إيلون ماسك اتولد 1971 في جنوب أفريقيا. من هو صغير كان طفل غريب شوية، كان بيحب يقعد لوحده يقرأ كتب كتير ويلعب بالكمبيوتر. وكان بيتعرض للتنمر في المدرسة، يعني عيال يضربوه ويضايقوه لدرجة مرة كسروله مناخيره. هو عنده 12 سنة قعد لوحده برمج لعبة كمبيوتر وباعها وخد أول فلوس في حياته. بس هو ما كانش مرتاح في بلده، فقرر انه يهاجر ولسه مراهق. راح كندا الأول وبعدين أمريكا. عمل أول شركة ولف بيها كتير لحد ما قدر يبيعها بملايين. وبعدها أسس شركة تانية، ولما الشركة بدأت تكبر طردوه من منصب المدير التنفيذي. بس برضه لما باعوا الشركة خد فلوس كتير. بدل ما يعيش مرتاح بالفلوس دي، لأ، قرر يرمي نفسه في مغامرتين كبار. عمل شركة صواريخ وعمل شركة عربيات كهرباء اللي كلنا عارفينها دلوقتي واسمها تسلا. المهم الدنيا ممشيتش حلو خالص، الصواريخ بتنفجر والعربيات محدش بيشتريها. وكان قريب جدا يفلس، حرفيا كان هيخسر كل حاجة. بس هو مستسلمش، باع حاجات كتير واستدان وحط كل اللي معاه في شركتين وفضل يحاول ويحاول. وفي الآخر بقت أول شركة خاصة تبعت صواريخ للفضاء وتتفق مع وكالة ناسا. وتسلا بقت من أكبر شركات العربيات في العالم. دلوقتي إيلون ماسك من أغنى وأنجح الناس اللي غيروا شكل العالم. إيلون ماسك علمنا إن الفشل مش نهاية، وإن اللي عنده حلم كبير بيكمل فيه مهما حصل في الآخر بيوصل.